في رجل بنته حردانة إلى 7 سنين، قالوا لي أهل البلد بقوا من ضيعة ثانية، شيخ شو رأيك نروح بركي بنصالحهم؟ يعني زوجته مثل الوتد قلبي، وعندها 4 5 أولاد، وهي معلمة مدرسة وزوجها معلم مدرسة، وحطوا له وسائط الدنيا ما كان يرضى. بقى بركي انت بتروح، يعني الناس بيحبوني هنيك. والله رحنا لعنده، ركبنا هالمكرو ورحنا فتنا لعنده، دغري رقد، جاب هالقضاضة البيضاء وجاب هالعقال تبعه. هذا العقال لما لبسوه لما سقطت الأندلس. فاليوم مين بيلبس العقال من الناس؟ يلي بيتعقل، يلي كلامه مسموع، الناس اللي عندها حكمة. فراح ولبس العقال. أنا قلت لحالي يا سلام، معناتها الزلمة كلمتين خلاص. قعدت وتميت، قال الله وقال رسول الله وقال الله وقال. طلع على لساني شعر، قلنا له سيدنا شوي، لك له يا رجل الله يسامحك، يعني بنتك هي أنا بدي حننك على بنتك. قال لي اقول لك شغله، قال لي الشيخ عبد العزيز ابا زيد اجى قعد نفس مكان. قلت له سيدنا الشيخ عبد العزيز اجى قعد هون؟ قال لي ايه؟ مين الشيخ عبد العزيز ابا زيد؟ مفتي محافظه درعا، كان لما ينزل على الشام يقدموه على المعاهد الشرعيه يقولوا عنه بقيه السلف الصالح. من الناس التقى، اي نعم، والعلم اللي عنده عجيب. قال لي اجى ما قعد محلك ورديته. قلت له قديش شفت ناس واطين؟ ما مرق علي البعيد مثل حكايتها. قال لي شيخ؟ قلت له نعم. قال لي انا شفت النبي بالرؤيا. قلت له ابو جهل شافه شخصي وراح جهنم.